السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحكي لكم قصة مؤثرة بزاف، قصة بنت عاشت الظلم في أقرب الناس ليها، من الأب ديالها ومن خوتها، ولكن النهاية كانت صادمة وما كان حتى واحد متوقع. بطلتنا اليوم سميتها سلمى كانت بنت هادية وطيبة القلب، عايشة مع الأم ديالها اللي كانت كل حياتها. كانت الأم ديالها ديما كتدافع عليها وكتوقف معاها في كل صغيرة وكبيرة، ولكن في واحد النهار وقع اللي ما كانش في الحسبان. الأم مرضات بشكل مفاجئ، وبعد شهور من المعاناة توفات وخلت الدار كاملة غارقة في الحزن. سلمى تحطمت نفسيا، كانت كتقول في بالها أن الأب وخوتها غادي يقربوا منها ويعوضوها على حنان الأم، ولكن اللي وقع كان العكس تماما. من بعد أيام قليلة تبدل كل شيء. الأب ولا قاصح معاه، وخوتها بداو كيتعاملوا معاه بحال اللي ماشي اختهم. كل نهار كتفيق بكري، كطيب وتصبر وتجمع الدار، وفي الآخر ما كتلقى حتى كلمة زوينة. إلا غلطت في حاجة وحدة كيسمعها كلام جارح، ولا بانت عليها علامات العيا كيقولوا ليها راكي ما كديري والو. دازت شهور وسنوات وسلمى كتحمل وساكتة، كانت كتخاف تزيد مشاكل، وكان عندها أمل أن شي نهار الأب ديالها يحس بيها، ولكن هاد النهار ما جاش. واحد الليلة سمعت خوتها كيهضروا على الدار والأملاك اللي خلات الأم. واحد منهم قال خاصنا نديرو الأوراق بسرعة، الثاني جاوب المهم سلمى ما تعرف والو. ديك اللحظة حسيت الدنيا كلها دارت بيها. عرفت أن الأم كانت مخبية ليها جزء من الإرث، ولكن خوتها وباها خباو عليها الحقيقة لسنوات كاملة. بكات حتى ما بقى فيها ما يبكي، ولكن هاد المرة ما قررتش تسكت، قررت تبدل حياتها كاملة. شدت الأوراق وخرجت تخدم في مدينة بعيدة. بدات البداية كانت صعيبة بزاف، كانت كتقري غرفة صغيرة وكتخدم ساعات طويلة، مرات كانت كتنعس وهي جالسة مشدة العيا، ولكن عمرها ما استسلمت. كانت كتقول إلا ما وقف معايا حتى واحد غادي نوقف مع راسي. عام ورا عام تعلمات وخدمات وطورات راسها حتى ولات عندها وظيفة محترمة ودخل مزيان. أما خوتها كانوا باقين كيتخاصموا على الفلوس والإرث، وكل واحد كيقلب غير على مصلحته. ومع الوقت تفرقات العائلة كتر وكتر، مرت حوالي 20 عام. وفي نهار من الأيام رجعت سلمى للمدينة ديالها، ولكن هاد المرة ماشي البنت الضعيفة اللي خرجت رجعت مرا ناجحة وواثقة من راسها، محترمة بين الناس. الأخبار وصل لباها وخوتها ما قدروش يتيقوا. البنت اللي كانوا كيشوفوها ضعيفة وما لها قيمة ولات ناجحة أكتر منهم كاملين. مشاو عندها والأب كانت باين عليه الندم، قال ليها وعيني عامرة بالدموع سمحي لي يا بنتي ظلمناك بزاف. حتى خوتها بداو كيعتذروا. سلمى بقات ساكتة للحظات، ومن بعد قالت لهم أنا سامحتكم حيت ما بقيتش باغا نعيش الحقد، ولكن كنت كنتمنى غير مرة واحدة تحسوا بيا ملي كنت محتاجاكم. سكتوا كاملين ما لقاو ما يقولوا. في ديك اللحظة فهموا أن الجرح اللي تسببوا فيه أكبر من أي اعتذار، وسلمى خرجت من عندهم وقلبها مرتاح حيث أخيرا انتصرت.
ماشي بالانتقام، ماشي بالكره، ولكن بالصبر والنجاح.